هتعملي محشي اصلا. نغسل الرز المصري ونغسله. بعد ما غسلنا الرز هنصفيه ونسيبه يتصفى كده حبه حلوين عشان ننزل الميه. 5 دقايق عشان مش تبقى الصلصه صيصه، عشان ما يكونش فيه ميه يا جماعه ويكون صايص. قبل كده جاهزه في الفراخ. بنحط حاجه نظيفه بس لما دي صلصه احنا مفرزينها قبل كده يا جماعه. ده الرز، بصل متفرزن يا جماعه، وده الصلصه متفرزينها. طبعا ده اسرع محشي للست العامله ولا الناس اللي عايزه حاجه ني في ني. طماطم بالسبكه ونشيلها في الفريزر عادي، وبصل متفرز في الفريزر عادي، بننزله كده وكل حاجه جاهزه، ما بتاخدش نص ساعه تجهيز. البصل جاهز، هندعكه كويس بالملح والفلفل الاسود. اسهل واسرع محشي. تمام ماشي. لما نخلص بضيف انت قولي وانا اضيف اللي هضيف. هو بصل، احنا بنعمل محشي ني في ني يا جماعه يعني. فلفل اسود ما بنسبكش وما بنعملش. الطماطم موجوده متفرزنه والبصل متفرزن. نحط ملح وفلفل اسود. اللي حابب نعناع بنحط عليه شويه نعناع ناشف كده، اللي حابب مش حابب يعني ده اختياري مش اجباري. كده بصله، نضيف بقى البصله بالنعناع بالفلفل الاسود بالملح كويس. نحط الرز على البصله. بعدين قبل ما نحط الصلصه بندعك الرز بالصلصه الاول. هنحط صلصه عشان تظهر في الصلصه. هنحط الصلصه الاول قبل ما نحط الطماطم. حتى الخضره بجيبها كل اسبوع مره، بخرطها واحط فيها ورق مناديل بعد ما انشفها في مصفى كويس. وبعدين لو ما عملتش محشي اخر الاسبوع بشيلها في الفريزر لما احتاجها في اي وقت. اعمل كباب نافش، اعمل كباب رز، اعمل كفته، تبقى جاهزه في الفريزر مش بجرالها اي حاجه. هي حلوه جوه في الكفته والكباب النافش، مش بحبها في المحشي وهي متفرزه كده. هنقص حطينا بعد كده الصلصه الطماطم يعني اللي هي مسبكه ني في ني كده، مش مقليين وكده يعني. يبقى بصل وفلفل اسود وملح، وحطينا صلصه وطماطم متسبكه والرز المصري. زيت، حبه سمنه براحتك، حبه زيت براحتك، حسبك نص ونص براحتك. انا اول مره اشوف كميه الزيت اللي محطوطه دي يا جماعه ومصدومه عشان كميه الرز. بيت راح في داهيه. في الاخر لو عندك سمنه بلدي خالص بعد ما يستوي ممكن تحطي معلقه على الوش تديله نكهه جميله. خلاص كده يا جماعه. لا ماشي انا عارفه خلاص يعني كده قلبنا. الخضره اللي محطوطه في الثلاجه بقالها اسبوع، بعد الاسبوع بشيلها في الفريزر. اشيل منها المناديل اللي انا حطاها عشان لو في اي رطوبه تنشال. هنزود الملح عشان الملح شويه. احنا حطينا الخضره في الاخر عشان مش يعني ايه مش تدبل يعني. لا، حط الخضره في الاخر عشان تظهر الصلصه بتاعت الطماطم. معلومات اللي له رغبه يحط معلقه توم مطحونه ماشي، ممكن تنحط على وش المحشي برضو، بس ممكن ما تنحطش على حسب الرغبه. دي الخضره اللي انا خرطاها بقالها اسبوع في التلاجة. هتعوز خضره هزودها خضره، هتعوز طماطم هزودها صلصه.
هتعوز خضرة. على حسب ما انت بتحبي بقى المحشي بتاعك ده، بتحبيه بخضرته زيادة. احنا بنحب الخضرة تكون كتير، يعني كده بنشيل الدهون. تعود. دي خلطة المحشي جاهزة هي على الايه؟ على المحشي. تحب تزودي اي اضافات نحشي بيها ورق عنب، نحشي بيها بتنجان، نحشي بيها كوسة، نحشي بيها كرنب، نحشي بقى خس، اللي انتوا عايزينه. ودي خلطة المحشي بقى، ني في ني، سريع سريع. اسرع محشي في العالم. يلا سلام.